بتقف كتير وانت بتتكلم انجليزي وبتقطع في الكلام زي كده. Do you remember that time when Anna and Amy fell into the swimming pool؟ وعايز تتعلم تنطق بسرعة زي الأجانب زي كده. Do you remember the time when Anna and Amy fell into the swimming pool؟ أنا بقى في الفيديو ده جايب لك الزتونة اللي هتخليك تتكلم بسرعة زي الأجانب. أنا عبد الرحمن كساب، تابع معايا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفتوا في أول الفيديو، الاتنين اللي اتكلموا، أول واحد كان بيقف وبيقطع في الكلام كأنه بيقول يعني إيه، بيقول كل كلمة لوحدها. أما التاني كان بينطق إنجليزي بشكل سريع زي الأجانب، وده لأن الأجانب وهما بيتكلموا بيعملوا حاجة اسمها لينكينج، يعني ربط أو دمج بين الكلام. عشان كده ركز معايا في الثلاث قواعد المهمين جدا اللي هنشرحهم في الفيديو ده عشان تتعلم السبوكن انجلش. عايزك تعرف الثلاث قواعد الاساسيين دول واحنا بنعمل لينكينج بين الكلام عشان نتكلم بسرعه زي الاجانب. وقبل ما نبدا في الثلاث قواعد الاساسيين دول لازم تكون عارف حاجتين مهمين جدا، حاجه اسمها consonant و vowel. consonant و vowel. ال vowels هي الخمس أصوات اللي احنا عارفينهم، اللي هم ال A, E, I, O, U. دول الخمس أصوات الفاولز. أما الباقي الكونسونانتس. ركز معايا بقى في أول قاعدة، وهي لما يكون عندي كلمة يكون آخرها كونسونانت والكلمة اللي بعدها بتبدأ بكونسونانت، نرسمها برمز C plus C، يعني كونسونانت ساكن بلس كونسونانت ساكن، ساكن بعديه ساكن. يعني لو أنا عندي كلمة بتنتهي بحرف ساكن والكلمة اللي بعدها بتبدأ بنفس الحرف الساكن، بيخلينا ننطق الاتنين كأنهم حرف واحد. فركز معايا كده في المثال ده. that time. الكلمة دي بقى آخرها كلمة that، آخرها ت ساوند حرف التي، والكلمة من بعدها كلمة time بدايتها حرف التي. بندمج الحرفين دول كان نخليهم حرف واحد عشان يبقى that time، عشان ما اقولش that time، اقول ايه that time. فده بالنسبة لي كلمة consonant مع consonant. او في مثال تاني red dress. مش هنطق بقى red dress، مش هنطق الدي لوحدها والدي لوحدها، لا هما الاتنين نفس الصوت، ودي انتهت بالدي ودي بدأت بحرف الدي برضو، هخلي الاتنين كأنهم واحد، فأقول red dress كأن الاتنين واحد. ده لما يكون الكلمتين المشترك بينهم نفس الحرف. بس نخلي بالنا لما يكون في كلمة انتهت بحرف والكلمة اللي بعدها بدأت بحرف ساكن برضو لكن شبيه للحرف دوت أو يعني نفس الصوت أو قريب منه، ودي بنقول عليها similar consonants، يعني أصوات ساكنة متشابهة، زي صوت ال ف وال v، صوت ال س، صوت ال z. دول أصوات بنقول عليها similar consonants، أصوات متشابهة. كمثال مثلا في كلمتين زي cheese sandwich، يعني فوق كلمة cheese وكلمة sandwich عملت ايه؟ ربطت ما بين صوت ال z وصوت ال s اللي في بداية كلمة sandwich وفي نهاية كلمة cheese. كلمة cheese آخر صوت فيها z، وكلمة sandwich أول صوت فيها s، صوت ال s، صوت ال z. فأنا وأنا بقول كلمة cheese نطقت صوت ال z وأخدت معاها ال s بسرعة. cheese sandwich، ربطت ما بين الصوتين. هو أنا نطقت الز والس لكن مع بعض بسرعة لأن بنقول عليهم similar consonants. مثال كمان enough vests. هي كلمة enough كلمة vests. كلمة enough آخرها صوت ال f، صوت ال f، وكلمة vests تبدأ بال v، صوتها v. فلما قلت enough نطقت ال f وأخدت معاها صوت ال v، بتبقى بس عشان تبقى إيه؟ سريعة، فده يخليك تنطق بسرعة. ما تنساش حاجة مهمة جدا،
في عندنا صوت لو اتكرر في نهاية كلمة وبدأ في الكلمة اللي بعدها صوت ساكن، ما ينفعش انطق الاتنين كأنهم صوت واحد. ايه هو الصوت ده؟ صوت التش، اللي هو دمج ما بين صوت حرف السي والاتش، اللي هو تش. كمثال في كلمة each choice. each choice انا نطقت الكلمتين هنا، دي لوحدها ودي لوحدها، ما ينفعش اقول each choice، فيعني مش هينفع ادمج الاثنين فيبقوا صوت واحد، لازم انطق الصوتين. او مثلا صوت ج كمثال في كلمة orange juice. orange juice. orange juice نطقت الجي هنا ونطقت الج هنا، الصوت اتنطق صوت الج وهنا صوت الج، فركز قوي على المعلومتين دول، صوت التش وصوت الج الاثنين ما بندمجهمش لو الكلمة انتهت بيها واللي بعدها بدأت بيه. تاني قاعدة معانا وهي لما يكون في consonant plus vowel، يعني صوت ساكن في نهاية كلمة والكلمة اللي بعدها بتبدأ بصوت متحرك. كمثال when اللي هي when انتهت بحرف ال N وهو consonant صوت ساكن، وكلمة أنا بدأت بصوت متحرك وهو إيه؟ ال A. when أنا أو and Amy أو fill into. وده بيخلينا كأننا بناخد الحرف الأخير من الكلمة ونضيفه على الكلمة اللي بعدها، كأننا دمجنا الكلمتين وأخدنا آخر حرف من هنا وضفناه للكلمة اللي بعدها. فركز كده، fill into ال بتاعت fill راحت ل into عشان بدأت بصوت vowel. ثالث قاعدة وهي vowel plus vowel، يعني كلمة بتنتهي بصوت vowel متحرك والكلمة اللي بعدها بتبدأ بصوت vowel برضو صوت متحرك. وده ليها تركة كده خاصة، وهي ان احنا بنضيف صوتين، صوت و وصوت اليا، يعني كأننا بنحط في النص كده W أو Y ما بين الكلمتين. طبعا دي ملهاش قاعدة معينة، هي بس انت تخلي بالك وانت هتلاقي نفسك بتنطقها بشكل تلقائي. كمثال go out لو دمجنا الاثنين هتبقى go out كأننا حطينا في النص بينهم كده W. أو he asked اندمجت ما بين الاثنين he asked، كأننا دمجنا الكلمتين في بعض فتبقى he asks. وبس كده، دول كانوا 3 قواعد أساسيين لللينكينج عشان تعرف تدمج ما بين الكلام وتنطق بسرعة زي الأجانب. ركز عليهم كويس، وهي consonant plus consonant plus vowel plus vowel. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى أكون أفدتكم. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، ولو حد عنده سؤال يسيبه لي تحت في الكومنتس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.